برج الدلو. حبايبي برج الدلو، هتكلم معاكم عن مرحلة عنوانها الجرأة والعناد. هتكون على غير المعتاد، فالمرحلة لن تكون كالشخص اللي فات، فستكون شخص آخر في أعين من حولك. هتكلم معاكم بالتفصيل عن مرحلة ستكون فيها عناد وجرأة، وأيضا حق في هذا العناد في اتخاذ قرار في المطالبة بحق ما. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الطاقة، لكن تنويه كده قبل ما نكمل كده. الناس اللي بتبخل علينا، يعني الناس مش عارف ليه بتبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة الساعة 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقة خلال السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا الأقل حظا، كل شيء في حياتك. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس وينتظرني لآخر الحلقة، ونتكلم عن حلقة مهمة، حلقة يحدث فيها إعادة لضبط المصنع. عندنا في الموبايلات كده في حاجة اسمها إعادة ضبط مصنع، حاجة معروفة طبعا. لما بيكون الموبايل وصل لتخمة في أو زيادة في الأمور، أو يعني هنقول الأسامي في مثلا مكان وجود الأسامي، في أسامي كتير محتاج إن أنت تمسح، برامج كتير عايز تمسحها، انت برضو نفس الموضوع هيحصل معاك، لكن هتمسح بشر. هتمسح بعض الشخصيات، او هتبقى عنيد في المطالبات، وعندك ايضا ضبط الزوايا لبعض الشخصيات اللي مش معدولين في حياتك. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة، ونبدأ في حلقة مهمة جدا لحبايبي برج الدلو العقلية الكمبيوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي انا قلته ده بحاول ان انا اسهل الامور على الناس عشان تستوعب الطاقة اللي بتمر بها حاليا واللي هتمر بيه خلال الفترة القادمة. هتكلم عن المرحلة من يوم 18 الى يوم 22 شهر سبتمبر 2023، ونتكلم في البداية عن وجود القمر في بيتك. هنقول يمثل لك بيت هام جدا وبيت الحظ، البيت التاسع بالنسبة لك يوم 18 في برج الميزان. بعدها ينتقل إلى بيت العاشر. هتعرف الناس السكة والناس اللي تتعاشر، وهتعمل أبديت ليهم زي ما قلت كده. ده الكلام ده أيام 19 و20. بعدها في الأخير ينتقل القمر إلى بيتك ال11، وفترة رائعة جدا من الفترات اللي هتجد فيها نفسك أكتر. يوم 11 يوم 21 و22 وجود القمر في بيتك ال11 اللي هو برج القوس. نبدا كده خطوه خطوه ونقول اول خطوه، وهي وجود القمر في بيتك التاسع، بيت الحظ. بيت الحظ هنقول عليه بيت الفوقان، بيت انك هتبدا تشوف وضعك الطبيعي. هذا البيت يمثل لك بدايه انك ترجع لنفسك وترجع تبص على نفسك في المرايه تاني بعد ما نسيت نفسك. بتبص على نفسك في المرايه يعني بدات تاخد بالك من حياتك، من شكلك، من ستايلك، من اللي انت بتعيش فيه، من اللي انت بتفكر فيه، من اللي انت نايم وصاحي وماشي فيه. ده امر طبيعي، لان الحظ هيكون معاك جدا وهيفتح عيونك على امور لم تكن بتاخد بالك منها او لم تكن تعلم عنها امور كثيره. عنوانك خلال الفتره ان عينيك هتبدا تتفتح، عينيك هتبدا تتفتح على امور انت مش اخد بالك منها. ممكن تكون تتفتح على شخصيات كانت في حياتك مخادعه. عينيك هتبدا تتفتح لامر ما، او هتبدا تتجه لامر ما في مصلحه كبيره لك لانهاء في حياتك العك. هتبدا انك تستيقظ من امور كانت بالنسبه لك يعني ممكن مش اخد بالك منها. ممكن تاخد بالك من امور كانت لو اخدت بالك منها من زمان كان افضل لك دلوقتي، لكن هي صحوه. يوم في صحوه، يوم في طاقه ايجابيه، يوم في جديد في حياتك. عايز تعمل حاجات جديده، عايز تعمل حاجات كتير، عايز تنجز وقت، عايز تنجز وتسيطر. يوم مهم جدا. بعد ذلك ينتقل القمر الى بيتك العاشر، وزي ما قلت كده البيت العاشر هو تعرف في الناس السكه من الناس اللي تتعاشر. وانتقال القمر الى هذا البيت ايام 19 و20 هي فتره من الفترات
التي ستكون عنوانك فيها هي المجازفة. فالمرحلة ستكون جريء في طلباتك، جريء في مشاريعك، جريء في قراراتك، جريء في مطالبات، في كل شيء. هتلاقي نفسك بتجازف، وهتكون مسار جدل يا اعجاب يا ابيض اسود. يعني هتكون يا مسار جدل يا مسار اعجاب من الاخرين. مسار جدل من الاخرين اللي مش عاجبهم ده، مش عاجبهم التطور اللي انت عايز تبقى عليه او التغير اللي انت فيه. ده بالنسبة لمسار الجدل. لكن مسار اعجاب للشخصيات اللي بتحبك فعلا، و بتحب لك الخير، وبتشعر انك بدأت تشوف نفسك في كل حاجه في حياتك. خد بالك اللي انا بقوله ده تطبقه في كل مجال في حياتك، في ايا كان، في علاقاتك العاطفيه، في العمل. هي طاقه، وهي طاقه واحده، وبتيجي بتقلب الموازين على حسب حياتك اللي انت بتعيشها. طبعا كل حد او اي حد من برج الدلو، كل واحد ليه حياه مختلفه عن التاني على حسب ما هو بيشتغل فين، متزوج مين، علاقاته ايه، دنيته ايه، شغله ايه. علشان كده هي طاقه بتاتي مع كل شخص حدث له تعقيد لحياته، ويحدث معه تلك الطاقات. طاقة العناد وطاقة المطالبات ستكون على أشدها أيام 19 و20، وأيضا ستكون، أو البعض منكم سيكون محل إعجاب كبير، والبعض الآخر ممكن يكون شهرة ليه أو بداية طريق جديد. القمر في الأخير يتواجد في بيتك ال11، وهنا مرحلة من المراحل الرائعة بانتقال القمر إلى برج القوس. هتكون محظوظ في العلاقات، محظوظ في حياتك المهنية، محظوظ في علاقاتك الجديدة، محظوظ في التوقعات بالنسبة للعاطفة بالنسبة لك. مرحلة ستكون من المراحل الرائعة التي ستظهر لك أمور، وستكون أكثر من رائع خلال المرحلة. النجاح الكبير، الدعم والتعاون من الآخرين. مرحلة سيكون أنت الأكثر طاقة، الأكثر لباقة، فترة هيكون العين عليك، ومرحلة رائعة تعويضية. إذن هي تسلسل للمراحل، فيها في حياتك شخص هيكون راحل، وفيها أمور جديدة حلوة، وهتعوض اللي ضاع منك، وانت نفسك عن بعض الشخصيات السيئه راح. فتره مهمه، وان شاء الله تكون بخير. عايز تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه واللي لسه داخله على قناه جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما ظهر لك، دوست عليهم بقيت مشترك معانا في القناه. ده انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءه خاصه، بعمل القراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك، وبعرفك طريقه خلال السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا الاقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل، رقم واتس كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي برج الدلو وجميع الابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.